خلال شهر رمضان نتعلم جميعا أن نقدر ونكون ممتنين للطعام الذي لدينا. اليوم سنتحدث عن المطبخ البوسني وأحد أشهر أطباقه. تتميز البوسنة بطعامها اللذيذ الذي يجذب الأكثر من السياح لتجربته، خاصة الأطعمة الشعبية التي تباع بالأسعار المنخفضة. ومن الجدير بالذكر أن المطبخ البوسني يوازن بين المأكولات الأوروبية والشرقية. نأمل أن تأتي وتتذوق هذه الأكلات البوسنية اللذيذة. نحن متأكدون من أنك سوف ترغب في ذلك. يعد أكل بيتا بالتأكيد الطبق الأكثر شهرة وانتشارا. نقول إن الفتاة مستعدة للزواج عندما تعرف كيفية إعداد بيتا. معجنات البيتا تسمى اليوفكا، ويتم ذلك عن طريق إعداد عجينة بسيطة من الطحين والماء. يتم عجنها وفردها حتى تكون رقيقة. يتم ملء اليوفكا مع الجبن أو اللحم، البطاطا أو السبانخ. كل بيتا لها اسم خاص وفقا للحشوة. الأكثر شعبية هي التي يتم إعدادها باللحم والتي نسميها بوريك. نحن هنا في أحد المطاعم حيث يتم خبز بيتا في فرن خاص يسمى ساتش، واسم هذا المطعم ساتش أيضا. ساتش هو معدن كبير أو قطاع سيراميك حيث يتم تجديد وخبز بيتا. الرماد والفحم توضع فوق القطاع. الأطباق التي تعد في ساتش يتم طيبها بالتساوي وتحتفظ بعصارتها. يمكنكم أكلها مع اللبن أو القشطة. نأمل أن تأتي وتتذوق هذه الأكلات البوسنية اللذيذة.